أهلا بكم في طاروت الإمبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الجدي، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الجدي، أنا شايف إن في كتير منكم يمكن في ظروف أو علاقة أو أوضاع معينة انتوا بتمروا بيها محتاجين فيها إن انتوا تتعلموا الصبر شوية والاحتمال، ويمكن بعض المرونة في التعامل، أو بعض الصفات اللي انتوا بتمتلكوها، سواء كان في منكم يمكن في أمور بتحاولوا إن انتوا تحللوها بأدق تفاصيلها، أو بتحاولوا إن انتوا توصلوا لقرار معين أو لتفكير معين. يمكن في حاجات انتوا حاسين إن هي مخفية عنكم، أو مش قادرين إن انتوا توصلوا لحقيقتها، وزي ما يكون في حاجة في حياتكم مخلياكم ما بين نارين. يعني ولا انتوا عارفين تاخدوا قرار نهائي بالرحيل، ولا عارفين تتمسكوا بحاجة ظاهرة ليكم بتخليكم إن انتوا تستنوا أو تحتملوا، أو حتى تولد جواكم الأمل من تاني. في حاجة مخلياكم محتارين، في حاجة زي ما يكون انتوا مش فاهمينها، أو زي ما يكون انتوا حاسين بغموض اتجاهها. أنا شايف إن في كتير منكم محتاجين يبقى عندكم إيمان وثقة إن اللي جاي هيكون أفضل بإذن الله. إن ممكن يكون انتوا في كرب أو في مشاكل أو في تعب، بس في آخر الطريق هيكون في خير من ربنا ليكم، وهيكون في تعويض من ربنا ليكم. ثقوا في مشاعركم وثقوا في إحساسكم. ما تخلوش أي حاجة تحصل في حياتكم إن هي تحبطكم أو تخليكم تمروا باكتئاب، أو تتعب نفسيتكم، وممكن تأثر على صحتكم، وممكن تأثر على أهدافكم كمان، أو حتى على حياتكم اليومية. ابتدوا من جديد. حاولوا إن انتوا ما تسمحوش لأي حاجة إن هي تهز ثقتكم في نفسكم. حاولوا إن انتوا تجددوا طاقتكم وابتدوا بداية جديدة. اعملوا حاجة تجدد طاقتكم. بلاش إن انتوا تكونوا محبطين، أو إن انتوا تحبسوا نفسكم، او ان انتوا تحسوا ان مفيش فايدة، او ممكن يكون بتحسوا ان انتوا مش هتقدروا توصلوا للي انتوا عايزينه، او ان انتوا تعبتوا من كتر الخذلان اللي انتوا مريتوا بيه في حياتكم، او من كتر ما انتوا بتثقوا في الناس ويمكن ما بتكونش الثقة دي في محلها. انا شايف ان انتوا مفيش حاجة تمنعكم ان انتوا دايما تبتدوا بداية جديدة. انتوا جواكم إرادة تخليكم ان انتوا تقدروا يبقى في بداية جديدة في حياتكم، او يبقى في فرصة جديدة او صفحة جديدة في حياتكم. انتوا محتاجين ان انتوا تجددوا طاقتكم. انتوا يمكن فضلتوا فترة كبيرة جدا في وضع معين او امر معين، ويمكن كنتوا محتملين او صابرين الامر ده. بس البعض منكم يمكن محتاج ان انتوا تعرفوا ان مش لازم طالما ان انتوا يعني حبيتوا شخص او وثقتوا في شخص معين مثلا، ان انتوا دايما تعدوله، او ان انتوا دايما تسمعوا حتى لو كان يمكن الشخص اللي انت قدامكم بيغلط في حقكم كتير. بس من كتر حبكم او من كتر ما انتوا شاريين الشخص ده، بتدوله فرص كتيرة متكررة. يمكن كمان انتوا بتعتذروا عن خطأ هو ارتكبه عشان ما تخسروش الشخص ده. انا شايف ان في توازن في حياتكم وفي قراراتكم وفي طريقة تعاملكم مع الناس اللي ممكن تكونوا بتسمحوا ليهم ان هم يكونوا موجودين في حياتكم. انا شايف ان انتوا محتاجين تعملوا بعض التعديلات في حياتكم. من كتر ما انتوا يمكن بتحبوا الشخص ده بتسامحوه كتير، لان انتوا بتخافوا ان انتوا تخسروا الشخص ده، او ان هو يبعد عنكم. انا شايف ان بيكون في خوف جواكم بيخليكم تتنازلوا عن حقكم، وده محتاج ان هو يتغير مش من يوم وليلة. يمكن للبعض منكم هيتغير، يمكن هياخد شوية وقت، بس لازم ان انتوا تشتغلوا على نفسكم شوية في الامر ده. وفي اوقات محتاجين ان انتوا تظهروا فيها الطيبة والحنية، وفي اوقات تانية محتاجين ان انتوا تبقوا ثابتين وما تتهزوش وتقدروا ان انتوا تاخدوا فيها قرارات عشان ما تندموش بعد كده، او عشان الحب اللي جواكم للشخص ده يمكن بضعفكم وبتنازلاتكم ممكن يخليكم تخسروا الشخص ده. انا شايف ان في حد كتير مهتم بيكم ومهتم لاخباركم، ويمكن بيحاول ان هو يعرف عنكم كل حاجة، او ممكن يكون بيحاول ان هو يوصل لكم، او يمكن بيراقبكم على السوشيال ميديا، او ممكن يكون بطريقة ما بيحاول ان هو يراقبكم، بس عشان هو بيحبكم، يمكن عشان الشخص ده ملهوف عليكم كمان، او في اوقات كتير مع بعض انتوا يمكن قضيتوها سوا، او الشخص ده حاسس ان انتوا اقرب ليه من اي حد تاني. الشخص ده حاسس ان انتوا زي ما يكون انتوا مش معرفة يوم او اتنين، انتوا زي ما يكون عشرة عمر، وزي ما يكون كان في ما بينكم ذكريات او كلام، او في ما بينكم خروجات، او في يمكن منكم ما بينكم احلام او امنيات اتبنت مع الشخص ده.
الشخص ده يمكن كان معاكم بيحس إن هو على راحته أو على طبيعته، يعني زي ما يكون ما كانش فيه أمور محتاج فيها إن هو يتصنع فيها عشان تعجبوه، يعني تعجبوا بيه. انتوا زي ما يكون حسستوا الشخص ده بمشاعر أو بأحاسيس الشخص ده مهما مر عليه الوقت أو مهما حصل ما بينكم مستحيل يقدر إن هو ينساها. في حاجات كتير ممكن تكون في الفترة الحالية ممكن تكون تعباكم، بس الكروت هنا عايزة تقول لكم في أوضاع أو في حاجات يمكن انتوا محتاجين إن انتوا ما ترهقوش نفسكم في إن انتوا تحللوها، أو إن انتوا توصلوا لأمر معين أو لإجابة معينة، لأن انتوا محتاجين إن انتوا تتوقفوا عن التفكير شوية، ومع الوقت كل الأمور دي أو كل حاجة هتوضح ليكم. بس أنا شايف إن في نهاية الطريق إن الحب في انتظاركم، وانتوا عارفين ده. يمكن انتوا حاسين إن في حاجات كتير اتأخرت عليكم، بس أنا شايف إن في الآخر هتقدروا توصلوا للحاجة اللي يمكن انتوا كتير حلمتوا بيها، ويمكن بصورة أفضل كمان من اللي انتوا تمنيتوها أو رسمتوها لحياتكم. الشخص ده كتير بيحبكم، وزي ما يكون في أمور وضحت ليه بس يمكن متأخر، ولما عرف إن في حاجات يمكن هو كان غلطان فيها، أو يمكن أساء الظن بيكم، أو يمكن لما ضميره ابتدى إن هو يأنبه ويمكن ابتدى يعيد حساباته. الشخص ده زي ما يكون معرفته للحقيقة زي ما يكون بقى ندمان إن هو ممكن يكون عاملكم كده. الشخص ده راجع وعايز بداية جديدة معاكم واستقرار، وممكن يعرض عليكم عرض ارتباط أو زواج. هل لو الشخص ده رجع وعرض عليكم عرض ارتباط أو زواج، هل انتوا هتوافقوا إن انتوا ترجعوا للشخص ده ولا لأ؟ اكتبولي في التعليقات هل انتوا هتوافقوا ولا لأ؟ ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.